الحكاية ما بتنتهيش، والنادي الأهلي من غير بطولات ما يقدرش يعيش. هي دي الحقيقة يا جماعة. هو ده اللي كان بيحصل النهاردة، وهو ده اللي بيحصل في كل مرة النادي الأهلي بيثبت تفوقه وجدارته، وبيثبت إنه هو البطل في أفريقيا وعن جدارة. النهاردة مع الترجي، النادي الأهلي مش بيلاعب الترجي بس علشان يعدي، لأ، النادي الأهلي النهاردة بيعلم على الترجي وبيعلمه، وبيعلم باقي الفرق اللي عايزة تعرف ازاي شخصية البطل، وازاي ان انت لما بتبدأ في بطولة بتوصل لنهاية البطولة. النادي الاهلي ما شفتوش بيلعب على اي بطولة الا على الفوز، الا على انه ازاي يوصل للنهائي ويرفع البطولة ويرفع الكاس. هو ده السر، هو ده السر اللي لازم ندرسه واللي لازم نحلله، واللي لازم كل اللي عايز ينجح يشوف الناس دي بتعمل كده ازاي. النهارده بدل ما يتعادل يعني محدش هيلوم عليه ولا هيلوم على لعيبه الاهلي النهارده اللي بيموتوا نفسهم وبياكلوا النجيله في الملعب، لانه بيلعب على استاد القاهره وعايز يفوز حتى وان التعادل او حتى الخساره ب1-0 او 2-0 في صالحه، لكن برضه فاز. لو شكيت في الاهلي يبقى انت ما تعرفش الاهلي. لو شكيت في النادي الاهلي، انا بقول الكلام ده للناس اللي من بداية البطولة لما الاهلي تعثر شوية في بداية دور المجموعات في مباراة الهلال السوداني ومن ثم مباراة صن داونز، الناس كلها بدأت تشك، والناس كلها بدأت تجمع وتعمل كده سيان، تقول الكرة المصرية ونادي الزمالك ونادي الاهلي اخفقوا في افريقيا والاتنين هيطلعوا من افريقيا بدري. بقول للناس دي كلهم وعايز الكلام ده يوصل لهم، ويعلم ربنا ان الكلام ده بقوله من زملكاوي على حق. بعد اللي بشوفه لو شكيت في النادي الاهلي يبقى انت ما تعرفش النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيفوز بره ارضه وبيفوز جوه ارضه. الناس اللي اتلككت واتكلمت على مباراة الترجي الاولى وقالت الترجي كان بيلعب بدون جمهور، اصل مش عارف كلام لسنة طويلة مش اكتر، بتيجي تقول اصل مش عارف ابن الكاف المدلل فهو وكأنه هو تعمد انه يلاعب الترجي بدون جمهور. مش دي عقوبات؟ النهاردة شافت ان هو بيلعب برضه هنا في القاهرة وبيغلب برضه الترجي بمجموع مبارياتين 4-0. وما تجيش تقول لي انت بتقول انت زملكاوي، انت راجل زملكاوي بتقول الكلام ده ليه؟ ما هو انت لو ما اتفرجتش على النادي الاهلي النهارده وشفت المتعه وشفت التيكيتاكا الاهلاويه لا تبقى لا زملكاوي ولا اهلاوي ولا بتعرف في الكوره من اساسه. في الكوره صحيح، ولا بتفهم في الكوره. والمطلوب مننا يا جماعه كزملكاوي ان انا اعمي نفسي مثلا ما اتفرجش على الكوره، او مثلا ماتشات النادي الاهلي ما اتفرجش عليها، او لما اتفرج عليها واشوفه بيلعب ازاي اطلع اكذب واقول حاجه غير الحقيقه. يعني هو ده المطلوب علشان ابقى زملكاوي؟ يعني مش فاهم. نرجع لموضوعنا. طبعا خلينا في المباراة. طبعا مليون مبروك للنادي الاهلي ولجماهيره، وزي ما قلنا احنا كزملكاويه بندعم النادي الاهلي لانه هو الممثل الوحيد للكره المصريه. في كل فيديو هنعيد وهنقول هذا الكلام من اول ما نادي الزمالك نادينا المحبوب واللي احنا بنعشقه ودع البطوله من دور المجموعات للاسف. فاحنا الفريق المصري اللي موجود حاليا وتحتم علينا روح الاخوه والصداقه والصحوبيه والمسؤوليه الوطنيه ان احنا طبعا نشجع النادي الاهلي ومستمرين في تشجيعه، وهو وصل للنهائي وشرف كل المصريين النهارده وكل الكره المصريه. قول يا سيمو. في ناس هجاصين كوره وللاسف بقوا بيطلعوا علينا في القنوات لمجرد الشو الاعلامي ولمجرد انه بقى بيمشي خالف تعرف ولمجرد انه عايز رايه الناس تقوله وخلاص. قال لك ايه بقى؟ قال لك حللا بللا. قال لك ايه الناس الحلوه دي؟ تمام، قالت لك يا اخي ان كولر ده مش مدرب ومدرب على ما تفرج، وان لعيبه النادي الاهلي لادائها ورجولتها هي بس اللي بتأدي وهو معاهم كده كمالة عدد. انا عايز اقول لهم حاجه واحده، عايز اقول للناس دي هو بالفعل لعيبه النادي الاهلي رجاله، ولعيبه النادي الاهلي عندها روح، ولعيبه النادي الاهلي بتنزل وعارفه انها شايله جمهور وتيشيرت الفانيلا الحمراء فبتنزل تأدي. لكن عايز اقول حاجه، يا هجاصين
ايه رايكم في نسخه محمد هاني اللي كنت بتشوفها قبل كده ونسخه محمد هاني مع مارسيل كولر؟ اظن واحد تاني خالص، وكانك جبت لعيب محترف شبه محمد هاني بيلعب نسخه تانية خالص، النهارده تحس انه قائد فعلا. اتفضل غير كده يا سيمو بنفس الموضوع بتاعك، وهنكمل تاني على المباراه. ان هو النادي الاهلي مع احترامنا ليه قبل كولر غير بعد كولر. يعني الراجل اللي جه اللي انا نسيت اسمه حتى، اللي قعد ما قعدش شهرين ده، طب ما هو نفس اللعيبه ونفس الروح ونفس كل حاجه. المدير الفني عليه عامل كبير جدا. لا ده جاي يا ريمو بس عشان ياخد ثمن عمليه سواريش. ده جاي عشان ياخد ثمن عمليه زرع الشعر، خده وبعد كده راح عمل عمليه زرع الشعر. انما احنا يا جماعه لما بنتكلم، طيب ايه رايك في نسخه بيرسي تاو اللي مع كولر؟ صح. تمام. هل نسخه بيرسي تاو اللي مع كولر دي هي نسخه بيرسي تاو قبل كولر؟ ايه رايك يا محترم يا لناس يا جهابزه الكوره؟ ايه رايك في كل اللعيبه اللي موجوده النهارده؟ كهربا، ايه رايك النهارده في الراجل اللي بيدي كهربا فرصه وبيديه على طول وبيشاركه كمهاجم؟ وشفت نسخه كهربا مع كولر شكلها ايه؟ هل بعد كل ده هتطلع تقول لي اصل كولر ماشي؟ هو كل واحد ياخد بطولات عندكم ماشيه معاه وصها بالحظ. طب ما تدربوا كده وتاخدوا بطولات يا جماعه وتورونا ايه امكانياتكم. ولا هي لما توقع مشي معاهم فبقوا مقضينا توقعات ومقضينا كلاعب خزعبلي وخالف تعرف. يعني شوف مثلا بيقول كويس يقول هو وحش. انا في حاجه معلش هخرج هعطلكم بس اقل من دقيقه. هحكي حكايه اللي بالنسبه للناس اللي بتقول في الحظ. كان لينا الزملاء في الجامعه وكده يقول لك كان كل سنه يسقط يقول لك ايه، يروح يقول لاهله ويقول لاصحابه اصل الدكتور كان بيرمي الورقه ما اعرفش ازاي، فاللي بتوع ايه ينجح واللي بتوع يسقط، فانت كل مره بتسقط عشان الدكتور بيعمل ما اعرفش ايه. طبعا كلام غير حقيقي، كلام هكس، كلام ملوش اي كلام. حجه البريد بيقولوا مسح التخته ولا الكلام ده. الحظ لو جه مره او اتنين مش هيفضل يجي على طول على طول على طول على طول. حظ ايه اللي على طول ده؟ يعني مفيش حاجه اسمها كده. النهارده علشان تتفوق، علشان تبقى ناجح، هل الكلام ده يفيدني انا كزملكاوي؟ طبعا يفيدني ايه؟ لان المنافس بتاعي ازاي بتقول؟ لا يا حبيبي، ده بيقول لك اعرف عدوك، ما بالك المنافس بتاعك اللي هو لا عدو ولا حاجه. وكلنا في الاخر بنلعب رياضه، والرياضه روح قبل اي حاجه. فعليا ان انا اشوف الموضوع. وهو على فكره بالعكس كده نفس الكلام، الناس دي مش هتنجح الا اذا كنت وانا ناجح برضو. كان بيبص عليا يعني النهارده احنا بنتفرج على المباراه. النهارده نادي الترجي كل هجماته ما تشمش فيها ريحه يعني انت وانت قاعد مسبقا قبل ما الهجمه تنتهي انت عندك احساس ان الهجمه دي مش هتيجي جول. لكن كل هجمات النادي الاهلي تحس دايما ان فيها ريحه الخطوره، ان دي ممكن تبقى في المرمى باي شكل. النهارده النادي الاهلي بيضغط، لكن في كل مره بيعمل الهجمه المرتده زي ما قال الكتاب، لدرجه ان المباراه النهارده القليل عليها انها تطلع 1-0، المفترض انها تطلع 2-3 على القليل. كان في جون ممكن يجي تاني وتالت. عايز اكمل بس الفكره. يعني هي مباراه النهارده معلش هي اصلا معلش مع احترامي النادي الترجي هي تحصيل حاصل. وكان يعني هو يعني حلم معلش وكانش فيه خطأ او حاجه ان هو ممكن يعمل حاجه غير كده، ده كان مستحيل. بس انا كنت شايف ان كان ممكن الاهلي باقل مجهود يسير المباراه على انها تطلع مثلا تعادل بدون اهداف، واخد بالك. لكن اللي حصل النهارده ان النادي الاهلي كان عاوز من اول مباراه عاوز يكسب، وفارض شخصيته على المباراه، وهي دي ان هو بيقول انا مش بتاع المباراه دي، ده انا البطل. النادي النهارده طب انت بتتكلم كده ليه؟ هو حصل ايه؟ ما اعرفش. لا يا حبيبي هقول لك حصل ايه، اصبر بس عليا. حصل ان النادي الاهلي دلوقتي لرابع سنه على التوالي بيلعب في النهائي. انا مش هقارن، انت قارنها كده وشوفها بينك وبين نفسك يعني وانت تعرفها. وخدوها رابع مرة بيلعب على النهائي ورا بعض. خدوها كلمة مني وانا بقولها لكم من ريمو وسيمو. النادي الاهلي البطولة دي بتاعته. ناس هتقول لي انت ما شفت الصن داونز؟ استنى صن داونز والخماسية. فبقول للناس دول انتوا بقيتوا عاملين زي اللي مستني الاهلي مين يغلبه. يا ترى الترجي هيغلبه؟ يا ترى الرجاء هيغلبه؟ يا ترى صن داونز النهارده هيغلبه؟ انا بقول لك الكلام ده مش هيحصل. الخماسيات والكلام ده كنت بتشوفها في دور المجموعات قبل ما الاهلي يوصل للفورمه اللي وصل لها دلوقتي. المباراه اللي جايه صن داونز هتبقى مباراه. انا بقول لك المباراتين انا بقول لك ان الاهلي صاحب البطوله دي للمره الكام يا ريمو؟ يعني دي هتبقى المره ال11 طبعا، هتبقى للمره ال11. طبعا نتمنى كل النجاح وكل التوفيق للنادي الاهلي في ظل يعني التطور الرهيب. النادي الاهلي النهارده بيقلب الطاوله
على كل، زي الراجل المعلق بيقول هذا الكلام، يعني مش كلامي وكلام لسان حال اي حد بيفهم الكوره. النادي الاهلي بيقلب الترابيزه على الجميع وعلى جميع الفرق. فيعني مش يعني سان داونز مش هيستعصى على الاهلي. ومعلش تاريخا ابو نجمه يختلف عن ابو 10 نجوم عن استحقاق وعن جداره. صحيح.